بس انا بصراحه يا جماعه كنت متعشم شويه في ارسنال، لان احنا الفرقه، احنا اكتر فرقه هي اللي محتاجه تدعيمات. فكنت متعشم شويه ان احنا اول ما سوق الانتقالات يفتح هلاقي على طول ان احنا اندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد شغال على طول مع ارتيتا، والصفقات واخبار الصفقات قاعده بتمطر علينا. فوجئت ان الفريق اللي قاعد بيعمل صفقات زي النار وقاعد شغال 24 ساعه هو ليفربول اللي لسه واخد الدوري، ومانشستر سيتي اللي هو واخد في الخمس سنين اللي فاتوا مش عارف خدوا 4 دوري ورا بعض وحاجات كده. فاحنا فين من الكلام ده احنا اللي بقالنا 3 مواسم ورا بعض بنخلص مركز تاني و3 مواسم صفريه وبنقرب قوي. احنا اللي محتاجين تدعيمات جد، محتاجين تدعيمات في خط الهجوم، ومحتاجين راس الحربه، ومحتاجين جناح شمال، ومحتاجين بديل لساكا وبديل لاوديجارد. احنا محتاجين شقلبه. ازاي احنا لحد دلوقتي قاعدين لسه بنلعب الكلب الحيران، يوكرش ولا سيسكو ولا سيسكو ولا يوكرش؟ ازاي اداره محترمه ونادي محترم الخطه دي مش محطوطه من شهور الشهور، ولما سوق الانتقالات يفتح يبقى الموضوع موضوع تنفيذ فقط واكسكيوشن فقط؟ انا حاسس ان ارسنال لما سوق الانتقالات فتح بداوا كده بقى ها بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين ايه يا جماعه؟ طب احنا عايزين تدعيمات فين؟ هو احنا انت لسه هتشوف ولسه هتدرس ولسه هتقعد تتواصل مع انديه عشان لعيبه وتسال ده على سعره كام وده كويس ولا لا؟ طب تفتكر ده ولا ده؟ الكلام ده كان المفروض يحصل والموسم شغال، علشان لما السوق يفتح انت تخش على التارجتس بتوعك تنفذ، زي ما ليفربول عملوا وزي ما مانشستر سيتي عملوا.